السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ سمسم عيسى. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ احنا بقى في اواخر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. بقى اليومين الاخرانيين دول كل سنة وانتم طيبين. بقى داخل علينا عيد الفطر، وفي حاجات كده بنحضرها لعيد الفطر، حلبة كده بننقعها وناكلها في العيد. وبجيب سوداني ني بحمصه، وبحب احمصه في البيت. وجبت ترمس اللي هو الحلو، مش البلدي المر، جبت الحلو. وهقول لكم خطوه بخطوه هنعمل ايه كده. وكل سنه وانتم طيبين. وقبل ما نبدا كده الفيديو ما تنسوش سبسكرايب كده، وتفعلوا الجرس ولايكات بقى، وظبطوني بقى حبايبي. واشكركم على التعليقات يا حبايبي. ونبدأ بقى ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ده الترمس، انا جبته اهو كيلو، وغسلته حلو ونقيته الاول وغسلته حلو، وبعد كده نقعته في ميه. وبكره الصبح ان شاء الله ناخده غلوتين كده، يعني ما تغلوش كتير يعني عشان ما يتهريش، غلوتين كده وبعدين تطفوا عليه. وبعد كده بقى تغيروا له الميه وتحطوا له الملح، بسيطه يعني. وده الكيلو السوداني الني بقى، انا ولعت الفرن برضو ايه هحمصه. ده بقى حلبة اللي هي الحلبة الحصى، جبتها امبارح بالليل ونقيتها وغسلتها ونقعتها من امبارح بالليل، والنهارده اهو تاني يوم بالليل هعملها اهو. فلازم تتنقع في الاول يعني. هعملها بقى في المصفى دي والفناجيل دي عشان تدي كده شكل كده، اما اولادك كده ولا الاحفاد يعني كده يجوا ياكلوا يبقوا مبسوطين من الشكل. والحلبة طبعا بحطها، وانتوا تاني يعني كل يوم تبصوا عليها، تشيلوا الغطا من عليها كده، شاشة يا اما اي طرحة كده خفيفة. كل يوم تبصوا عليها، اما تلاقوها ناشفة ترشرشوها مية لغاية ما تنبت. هنسمي الله كده. ده اول حاجة ايه السوداني اهو، انا مولعة الفرن. ممكن اللي عايز يحط شوية ملح يحط، اللي مش عايز عادي يعني. في ناس بتحبه محدق، فنحطه في الفرن يتحمص اهو على الشبكة. ده اول حاجة. وقلنا ده بكرة الترمس، وان شاء الله اما الحلبة تنبت برضو هوريها لكم، هوريكم النتيجة في الاخر هتبقى ايه. هنا بصوا الحلبة اهي، بصوا اما اتنقعت بصوا عملت ازاي، بدأت تنفش كده، هتبقى جميلة. نحط في فناجيل القهوة عشان تدي شكل. لما بتتعمل بتبقى جميلة جدا. بنيجي بقى في الاخر اما تنبت بنقلبها كده، بتبقى شكلها تحفة بصراحة. ولما تنبت بقى هوريها لكم ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي، انا حطيت اهو الحلبة كلها، وبنغطي عليها كده. وكل يوم لمدة تقريبا 3 ايام، كل يوم ترشرشوا من فوق الشاشة كده، ماشي، من فوقيها كده ترشرشوا مية لغاية ما تنبت. بصوا حبايب قلبي، انا جيت تاني يوم اهو لما كنت نقع الترمس، شوفوا النفش ازاي وبقى حلو. وجيت تاني يوم الصبح اهو ولعت عليه وبغليه، هيغلي غلوتين كده، وهسيبه بقى ايه بعد كده يبرد. لما يبرد بقى كل يعني فترة كده، كل ساعتين ولا حاجة نغير له المية، ماشي. بعد كده هتحطيه اما تغيري له المية كم مرة كده. بعد كده تحطيه بالمية في التلاجة. منين بقى ما تعوزي تحطي منه تاخدي شوية وتحطي عليهم شوية مية وملح،
يعني بتحطيه في التلاجة من غير ملح. اما تعوزي بقى تاكلي منه تاخدي شويه وتحطي عليهم ميه وملح على قد الاكل، وتاكلوه بألف هنا وشفا. حبايب قلبي، احنا كنا نعينا كده في اواخر رمضان زي ما قلت لكم، واحنا اهو في عيد الفطر المبارك. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود على الناس كلها بالخير والسعاده يا رب. واحنا هنشوف الحلبه اهي ما شاء الله زرعت اهي وبقت جميله. بصوا الانتاج بتاع سمسمة عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم؟ ما شاء الله تحفة تحفة. بصوا نعمل دي كمان اهي. بصوا روعة روعة روعة. هنا بقى الفناجيل اهي. بصوا زرعت ازاي وجميلة، بس عاملة شكل حلو قوي. ودي برضو كوبايات اهي. دي كوبايات اهي. بصوا عامله شكل برضو حلو اهو. اما بقى في المصفى اهي. بصوا في المصفى زرعت ازاي اهو. يا رب تكون الطريقه عجبتكم كده، وتكونوا عملتوها كده لولادكم واحفادكم. وهنا السوداني كنت محمصاه اهو، حمصته. بصوا جميل ازاي، تحفه اهو. السوداني اهو حمص وجميل اهو. وهنا الترمس اهو. حطيت عليه بقى ايه شويه ملح كده، على قد ما تاكلوا تحطوا شويه ملح. وادي الترمس والسوداني والحلبه. كل سنه وانتم طيبين بقى. ويا رب كده تكون طريقة مطبخ سمسمة عيسى عجبتكم، وإن شاء الله تجربوا كل وصفة أنا بعملها لكم. وما تنسوش بقى اللايكات بقى وكده والتعليق الجميل بتاعكم. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد يا رب عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.